السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة تانية أو فيديو تاني. النهاردة أنا هحكي قصة من تأليفي، فجهز لي نفسك كده لأن دلوقتي احنا على موعد لقصة رائعة ومشوقة قصيرة هتبدأ بعد 3 ثواني بالظبط. بتبدأ القصة بعد دمار العالم في سنة 2070 بسبب نزول نيزك نشر مرض خطير بيحول البشر لكائنات تاكل لحوم البشر. وفجأة الشخص بيفوق من غيبوبة كان فيها وكان ناسي كل حاجة حتى اسمه، وبيلاقي انه في مكان شبه بالغابة او اشبه بالغابة ومفيش حد حواليه. المدن كلها اتدمرت والزرع بقى بينبت عليها. الراجل بدأ انه يتمشى وبعدها بدأ انه يحس بالجوع، بس ما كانش فيه اي حاجة تتاكل. فكر شوية ولقى ان في شنطة، فتحها ولقى فيها سكينة وعلبتين من المعلبات و3 ازايز مية. كل واحدة من المعلبات وشرب شوية مية ولقى عصاية، فقرر انه ياخدها وبالسكينة يعمل رمح. ومشي شوية والمغرب بدأ يطلع وبدأ يسمع أصوات غريبة ولقى غزال، وبعدها رمى عليه الرمح وقتلها. وبدأ إنه ياخد أكياس ويعبي اللحم بتاع الغزال، وجمع شوية خشب وحجر ولقى في طريقه خيمة بسوستة بتتقفل وبعدها خدها ولقى حد غريب واقف من بعيد بشرته غامقة ونادى عليه ولكن ما بيردش. راح له ولكن الراجل ده هجم عليه وكان اسمه الزومبي، فدافع الراجل عن نفسه وقتله. فهم ساعتها انهم اشرار. جهز الخيمة وبسرعة في مكان آمن، ولع نار وعن طريق الكتاب اللي كان معاه وشوى بعض اللحم وأكل بدون صوت، وبعدها دخل نام. ملحوظة: الزومبي مش بيظهر إلا بالليل. بدأ تاني يوم، شال الراجل الخيمة ولكنه افتكر اسمه، وهو كان اسمه كريم. وبعدها حس بالعطش، قرر انه يشرب ولكن المية اللي كانت معاه محدودة. خلص اول ازازة من ال3. بعدها قرر انه يدور على اي مصدر مية او نهر او حاجة قريبة. وبعدها سمع اصوات حيوانات، فراح واصطاد واحد من الحيوانات وخد اللحم بتاعه واطمن من كمية الاكل. وبعدها سمع اصوات غريبة واصوات مية، وكان في نهر قريب منه. بدأ انه يعمل فلتر صغير، الفلتر مية يكفيه او ينفع يفلتر بالمية. وبعدين جاب شوية مية كويسين وظبط نفسه من ناحية المية. بدأ انه يدور على اي حاجة تنفعه، وبعدين لقى محل اسلحة، خد منه اسلحة تكفيه لانه بعد ما مشي كتير جدا لقى مدينة كبيرة. خد الذخيرة وراح سوبر ماركت لكنه لقى زومبي كتير في كل مكان. قرر انه يواجههم وقتلهم بصعوبة. ودخل المكان، خد ازايز مية كتير وكنز وخد اكل وشنط ولقى ساطور وخده ومشي. ولقى معمل كبير، دخل لكن الباب مش بيفتح. حاول يدخل لكن الباب مش بيفتح. من خلال الكاميرات لقى انه اصلا كان في جوه دكتور. الدكتور ده من خلال الكاميرات عرف ان هو كريم ده شخص عادي. كان بدأ الزومبي يهجم على كريم، والدكتور فتح الباب ودخل كريم في آخر لحظة. وبسرعة دخل كريم ولقى مجموعة من الناس بعد ما عدى أكتر من شهر على العيشة اللي انت سمعتوها. كريم فرح قوي، والدكتور قال له خد لك دش لأنه ينضف جسمه لأنه هو كان متبهدل خالص. وبعد ما خرج كريم من الدش، الدكتور قال له انه بيحاول يعالج مرض الزومبي، وكان حاسس ان الزومبي عمل كان حابس زومبي وعمل علاج جديد وادى العلاج للزومبي. ومفيش 10 دقايق الزومبي رجع لحالته الطبيعية عادي وعاش وتعالج. ففرح كريم والدكتور وصنعوا كمية ممتازة ولكن مش كفاية. للأسف الموارد دي خلصت. قرر كريم انه يفكر فكرة مجنونة، وهو انه يخرج ومعاه كام واحد
وراحوا مكان خطير جدا. الزومبي كان كتير جدا فيه، ولكن كان فيه الموارد اللي هما محتاجينها. وكريم لقاه وهو بيتمشى قبل كده، خدوا العربيات وراحوا. تفتكروا هيعيشوا؟ راحوا لقوا المفاجأة كمية هايلة من الزومبي، ففكروا فكرة مجنونة ياخدوا العلاج اللي الدكتور اداهولهم ويرموا عليهم. وفعلا بس ده كان خطر جدا، ولكن عملوها بأعجوبة وأنقذوهم، ودخلوا وجابوا والموارد وراحوا معاهم الناس. الدكتور واللي معاه كانوا فرحانين جدا. وكريم بعدها جاتله فكرة حلوة ان هو يعمل طلق فيها العلاج، بحيث انه يضرب الطلقة في الزومبي ما يموتش الزومبي، بل انه يرجع تاني انسان. عملوا ده فعلا ونجح، ولكن في مشكلة هي صعبة جدا. هما ازاي هيوزعوا العلاج على العالم كله؟ فقرروا انهم ياخدوا طيارات اللي لقاها كريم وهو بيتمشى برضه قبل كده في معسكر جيش مهجور، بس برضه كان مليان من عساكر الزومبي. فبعديها خد مجموعة كبيرة معظمهم بيعرفوا يسوقوا طيارات، وجربوا العلاج على الزومبي ونجح. ولقوا الطيارات ونجحوا في الموضوع، ولقوا الطيارات من كل الأنواع اللي هم محتاجينها، ومن كل نوع تقريبا 50 طيارة. هما كانوا كتير، غير ان الزومبي اللي اتعالج معظمه من عساكر الجيش. فخدوا الطيارات ومشوا وراحوا المعمل. وبعد ما راحوا المعمل، او مش يعني بدأوا ان هم يتجهوا للمعمل. وفي طريقهم قبل ما يتحركوا، الدكتور جات له فكرة مجنونة انه يحط العلاج في جهاز بينشر اي حاجة في كل مكان لمساحة بتوصل ل10,000 كيلومتر. ما انتوا نسيتوا اكيد، هما كانوا في سنة 2070، فالتكنولوجيا كده ساعتها كانت اتطورت جامد. المهم ان هما ابتدوا بالموضوع ده في كل حتة، وكل مدينة واحدة تقريبا من الجهاز ده. خلصوا كمية ونجحوا انهم نجحوا في اللي هما بيفكروا فيه، ونجحوا في انقاذ العالم من جديد. وهنا تنتهي القصة، ويا رب تكون عجبتكم. كان معاكم كريم كينج جيمنج، والكاتب كريم، وفكرة وتأليف كريم. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم. سلام.